صباح الخير لكل أصدقاء قناتي وأصدقاء عيلتي الحلوة، أهلا وسهلا فيكم من جديد. فقت ما شاء الله لقيت الأولاد مخلصين على كيس البسكويت. طبعا هالشي مو صحي أبدا. سويت لهم صحن فواكه وعطيتهم شوية لبن مع بنكهة الفواكه كمان، وبعدين وزعت عليهم جرعات من فيتامين د لأنه ما عنا شمس كتير بأوروبا مشان يعوضوه. كمان بلشت اني اساوي القهوة وحطيت هيك كم تمرة مع جوز لحتى اصحصح وابلش اساوي الفطور لكل العيلة. اصدقائي هون عم بقلي الفلافل ورح احاول اجرب اساوي بالخبز اليمني اللي اسمه اللواح. هون عطتني اياه رفيقتي، حطيته بالفريزر، طلعتهم اسخنهم. هذا الخبز هيك بيجي على شكل طبقات ما شاء الله. بعد ما سخنته صار مقرمش، ما بعرف اذا رح اقدر اسوي فيه سندويشه ولا لا. وعلى الاغلب لازم يتسخن بالفرن اظن او بالميكروويف، بس انا عندي الميكروويف اتعطل من يومين، وصيت على واحد جديد ان شاء الله يجيني بهاليومين. عندي شوية تعديلات بالمطبخ طبعا رح اسويه قدامكم. هذا هو الفلافل الجاهز اللي فرجيتكم اياه من المحل العربي اللي اشتريته من محل اورجينال. يا قمر على دارتنا عطلانك ليلتنا، رقصة حملتنا وصوبك أخدتنا. يا قمر على دارتنا حكاية سهرتنا اللي فتنتنا حلوة يا جارتنا. يا قمر على دارتنا عطلانك ليلتنا، رقصة حملتنا وصوبك أخدتنا. شفناك ميلنا بهالليل وسألنا تاريخ حبيبنا، وما بتقول شو زعلنا. والقمر على دارتنا حكاياته بسهرتنا، رقصة حملتنا وصوبه أخدتنا. بعد ما خلصنا فطور قررنا نروح نحنا لمعرض إيكيا اللي فيه موبيليا لكل البيت وما أغراض مطبخ وأي معرض كامل شامل للبيت من الأساس للديكور. لذلك رحنا لهنيك مشان نشوف إذا في هنيك تخوتة حلوة مشان ناخدن للولاد. بدي أعمل لهم غرفة نوم كتير حلوة. تابعونا وشوفوا للأخير، شوفوا شو قررنا. الحلو بهذا المعرض انه مصممين لكم كل غرفة على حال من كل منتجات ايكيا، وانتو بتاخدوا منهم افكار وبعدين فيكم تختاروا القطعة وتروحوا تشتروا منها. هدول كمان أفكار للمكتبة، لطاولة المكتبة بتعلقوه على الحيط وفيه الطالب يحط فيهم كل أغراضه. أنا حبيت الفكرة خاصة للبيوت اللي بتكون صغيرة وحابين يستغلوا مساحات ويجيبوا هيك شي حلو وما يكون معجق كتير. الحلو بعد كل كم خطوة بتلاقوا زاوية خاصة للأطفال بيقدروا يقعدوا يلعبوا فيها، وبنفس الوقت تاخدوا أفكار لغرف أطفالكم أو حتى بالروضات برياض الأطفال كمان بيجوا بياخدوا من هذا المحل لتصميم رياض الأطفال تبعهم.
عجبك المحل كله؟ ايه هو عاجبني من زمان، كتير بحب هذا المحل. Was sucht ihr? Zeig. Das ist Oho. Ohio. Hä? Ohio. Klimaanlage, hey. Schon Aue. يا باك يا باك لا هنا 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 لا هنا أيوة Okay, let's go. Zack. Zack, zack. Willst du auch gleich einmal? Da, gut, gut, gut. Wo ist die Tür? Hier sind. Okay. Mama? هون محمد عم بيسترجع ذكرياته لأنه كان عنا من نفس هذا الكرسي بالبيت لون أخضر حشيشي كتير حلو، بس ما طابق مع غرفة القعدة عنا، اضطرينا إنه نبيعه. بقى عم بيقلي تعي شوفي عم مسترجع ذكرياتي هون. الشغلة التانية الحلوة بإيكيا موجود كمبيوترات جاهزة موصلة ببرامج التصميم، فيكن تقعدوا وتصمموا الغرفة على ذوقكن، وعلى الطرف البرنامج موجود كل المنتجات الموجودة بإيكيا، يعني إذا حابين تصمموا غرف قعدة، غرف نوم، مطابخ، حتى المطبخ عندك فيك تحطي مثلا قديش العرض والطول وتحطي الخزن وين لازم يكون المجلى وين لازم تكون الجلاية هيك قصص. يعني أنا كتير حبيت هاي الشغلة بإيكيا. وهي اجينا على بيت عمر لنشوف عمر شو عم بيساوي ببيته. Hallo Omar. Na? Was machst du? Essen. Willst du kochen? Ja, das ist schön. Was willst du für uns kochen? Ja, Mama. Ja. Gib mir dicke Short. Shortest, ja. بخصوص غرف النوم تبع الأطفال، أنا أخذت من عندهم هدول البيت إيتاجي، يعني تختين فوق بعضهم. ما استعملتهم تقريبا 3-4 سنين، وقلت حاجة يعني قلت أغير الموديل. كنت حاطة ببالي أخذ هدول التخوتة اللي بيجوا قماشاتهم مخمل وملونين وهيك، فما لقيت عن إيكيا موجودين. الإيكيا مشهور بالخشب تبعه يعني، والكواليتي بيكون ممتاز، بس التخوتة الأطفال اللي كانوا معروضين ما حبيتهم كتير. إذا أنتم بتعرفوا مواقع على الإنترنت وهيك خبروني بالكومنتات ورح شوفهم أكيد. Digga, hier ist einfach eine Zahnbürste. Da ist einfach eine grüne Zahnbürste. وهي العشاق التنظيم والترتيب وكل شي لحال، الأحذية، الألبسة، الإكسسوارات، هي الخزانة خص نص لإلكن. وبعد ما رجعنا طبعا قدامنا كمان يوم عطلة، قرروا الأولاد إنهم يساووا حلو وحبوا يساعدوني فيه. بدهم يساووا الوافل، بيجي مثل جاتو بس إلا ماكينة شواء خاصة فيها. هون معنا عصرة نص ليمونة، وعنا ظرف بيكنج باودر، ورح ناخد من هاي رشة ملح، وهون عنا ظرف فانيليا، و25 غرام زبدة، وبيض عدد 2،
وكاسة حليب اللي هو 300 ملي، وكاسة ونص طحين اللي هو 450 ل 500 جرام. هلا رح نبدأ. رح حط الزبدية بزبدية أكبر، وراح أضيف عليهم مي مغلية مشان أساوي على حمام بخار. طبعا ما رح أنا أساوي، رح يسوون عمر وألند. طبعا أصدقائي نسيت السكر، هون بدخله 3/4 كاسة سكر، كمان تقريبا 150 غرام. ألند قال هو بده يساوي الوافل، بده يساعدني فيه. أوكي ألند. عمر بده تشكي تيجي. I'm just calling this